ومحاولة، لكن تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية لتعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الجزائري عن طريق أبو داوي في لمسة تمريرة إلى بغداد، ولا أروع. عمورة راح تقدم، فرصة جزائرية خطيرة تأتي. بوداوي يا عيني، يوه الله 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 الله، هذا سحر، هذا جمال، هذا الجزائري ولا في الخيال. رياض محرز من بدري يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري بعد هجمة منظمة وبعد عمل منظم. المنتخب الجزائري يسجل الهدف الأول. المحاربون لا يتأخرون، وفي الأمر حلم لا يتأخر الجزائر عن السيناء في كتابة التاريخ. من بغداد إلى عمورة، من عمورة إلى بوداوي بالكعب يا عيني. رياض محرز هنا بالتسديد، بذكريات ما فعله في القاهرة، بذكريات ما فعله في مصر. رياض محرز السحار يبقى ساحرا على الدوام. والتحول السريع هنا في كرة سودانية، نقلة بعد ذلك وصول سريع الكرة، فرصة التعادل للسودان قد يأتي، لكن لوكا يتصدى. ما زالت سودانية تزيد ولوكا من جديد. زيدان يتصدى لكرة ومحاولة من جاسر جوباك كاد أن يفعلها للسودان. جوباك كاد أن يحلق بالصقور هنا في سماء الرباط. خطيرة كانت الكرة، لكن لوكا زيدان على مرتين تصدى لكرة جوباك. منقولة بعد ذلك من أبو عاقلة عبد الله. ممتازة الكرة السودانية، جميلة، التسلل غير موجود، ما فيها شيء. انطلاقة جوباك ولكن لوكا زيدان. كرة بتعود من جديد، سودانية مستمرة والتصويبة تأتي ولكن إلى خارج الملعب. خطيرة كانت كرة عبد الرزاق، خطيرة كانت كرة روفا ما بين جوباك وروفا. نعم التسلل ما كان موجود على صلاح عادل في اللقطة الماضية. التقدم هنا والتسديدة الأولى، لكن لوكا زيدان بعد ذلك الوصول من روفا والتسديدة التي اعتلت العارضة. خط موجود في اللقطة الماضية، ريان آية نوري. هناك بطاقة صفراء هي الثانية، بطاقة صفراء هي الثانية، وبالتالي الحمراء. صلاح عادل يقع في المحظور، لاعب المنتخب السوداني، وبالتالي الأمور تزداد صعوبة على منتخب السودان. وصلت إلى بوداوي والعرضية. الله 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 ولا أروع، لكن التسلل يا بن سبعيني كان موجود. بن سبعيني كان متسللا في الكرة الماضية. شاهد الكرة، بينما هنا كرة في البداية ستنفذ. رياض ترك الكرة لشايبي والتسديدة هنا تأتي، والتصدي من حارس المرمى، التصدي من منجد النيل في اللقطة الماضية. لكن في الأخير الكرة بتعود لمصلحة المنتخب السوداني. سمات بالغالب، بينما هذا رياض، وهذه تمريرة رياض. بغداد والتصويبة والثاني يضيع، الهدف الثاني يضيع على الجزائر. بغداد مجاح كاد أن ينجح في تأمين النتيجة. ملعوب الكرة السودانية، ترسل الكرة طويلة، تحولت عن طريق جوباك خاطئة. بعد ذلك التقدم. عمورة عند كرة، يا سلام يا سلام، الله الله الله، يا له من جمال،
يا له من دلال. هذا الجزائري من جديد يعانق الخيال بكرة ولا أروع عن طريق عمورة في نقلة جميلة. بعد ذلك رياض وللأهداف بقية، رياض وللسحر بقية. الجزائري هنا عمورة، يا عيني يا عيني يا عيني على اللمسة، يا عيني على التمريرة من جانب عمورة، وصلت إلى رياض بهذا الشكل. إنها اللقطة الإبداعية. كرة منقولة، محاولة قائمة، فرصة الآن تأتي خطيرة للسودان، لكن حارس المرمى عمورة عمورة عمورة. الله الله الله، تصدي من حارس المرمى منجد النيل في اللقطة الماضية. خطيرة كرة عمورة. 18 دقيقة لعب تتبقى على النهاية. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، على الطائر يا حبيبي يا حبيبي، على الطائر. ولا أروع ولا أروع كرة محمد عمورة في اللقطة الماضية. يا هي كرة، لكن القائم الأيسر وقف ضد الجزائر في اللقطة الماضية. وصول بعد ذلك في اليسار، محاولة جزائرية عرضية داخل منطقة الجزاء. بغداد موجه بالراسية، والثالث، الهدف الثالث. نعم، الهدف الثالث من إبراهيم عزاب. إبراهيم عزاب يكمل الثلاثية الجزائرية هنا في الشباك السودانية. إبراهيم بكرة بغداد. الجزائر 3، السودان لا شيء. هكذا أصبحت الأمور، هكذا سارت الأمور، ولسان حال المحاربين. استعد يا إفريقيا، لقد عاد المحاربون. استعد يا إفريقيا، لقد عاد أخضر الجزائر. ولدينا بول بينا، ساحر جديد. بول بينا في لمسة تصويبة، ولكن إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. التمرير في اليمين، الكرة ما زالت جزائرية، ممتازة الكرة. بول بينا بول بينا بول بينا، وكاد الرابع أن يأتي. بول بينا، وكاد رابع الأهداف تحت أنظار الأسطورة زيدان. بوداوي يمرر كرة، حجام، بعد ذلك تمريرة. بول بينا ما زال، بول بينا بول بينا. الله 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 الله، هو فعل كل شيء باستثناء أن يسجل. صافرة بيراتشو تأتي لتعلن نهاية هذا اللقاء. يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هذه القمة العربية كان فيها المنتخب الجزائري ساحرا وخرج فائزا بثلاثية نظيفة على حساب شقيقه السوداني. مبروك للجزائر، هارد لك للسودان الذين نتمنى أن يعوض في آخر مباراتين، كما هو الحال للجزائر في المباراتين القادمتين. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها كما استمتع زيدان وأبنائه. إلى اللقاء.